غلطة انت كل يوم بتعملها بتدمر الفتيس الاوتوماتيك بتاعك. ايه الغلطة دي بقى؟ الغلطة دي كل الناس بتعملها طبعا لا ارادي، بتدمر الفتيس الاوتوماتيك حرفيا. يعني بتخلي عمره الافتراضي قليل، ولو انت الفتيس بتاعك سي في تي فبتستعوض فيه ربنا. ان انت بتبقى انت مثلا واقف في الزحمه حاطط الدي ودايس على الفرامل، الحركه دي بتدمر التروس. سواء على فكره سواء انت راكب اوتوماتيك او راكب مانيوال، الحركه دي ان انت تبقى واقف في زحمه وما تريحش المور، انت كده بتعصر التروس. ليه؟ لان الفتيس بيبقى واخد دي، هو بيتحرك انت موقفه بالفرامل، يعني بيبقى الفتيس داير وانت موقفه بالفرامل. ونفس الكلام لو انت مانيوال، بتبقى الفتيس داير وانت موقفه بالدبرياج. تمام؟ بيبقى انا واقف في زحمه، تمام، اروح مريح رجلي على الدبرياج، بفضل بقى مريح رجلي على الدبرياج والفرامل ربع ساعه نص ساعه لحد ما الزحمه تتحرك. ده اكبر غلط، ولا دقيقه حتى. لو انت متعلم السواقه صح تعرف ان انت وقفت في الزحمه طق طق على المور. لو انت راكب اوتوماتيك على الان، لو انت راكب مانيوال على الايه، على المور، ده بيريح الفتيس. انما انت هتبقى واقف في الزحمه ودايس دبرياج، او انت واقف في الزحمه وجايب الفتيس على الدي ودايس فرامل، انت كده بتدمر الفتيس بتاعك مره ورا مره ورا مره ورا مره. لو انت بتتحرك في الزحمه كتير والكلام ده كله، فانت بتدمره حرفيا، انت حرفيا بتدمره. يعني بيخلي الفتيس عمره قصير قوي 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 قوي، وده اللي بيعمل رايش، وده سبب المشاكل كلها. ان انا وقفت بالعربيه خلاص امور، لو هقف ثانيه، لو العربيه وقفت معايا ثانيه، تمام، هحرك من الدي على الان. نفس الكلام لو انا سايق مانوال العربيه وقفت معايا ثانيه اروح ممور. يعني الموضوع انت لو انت متعلم السواقه صح هتلاقي. يعني انا واحد من الناس الحركه دي عندي لا اراديه، انا بقف بالعربيه بمنور على طول. يعني انا راكب مانيوال بقف بالعربيه بمور على طول. يعني ما في ثانيه الا ثانيه بلاقي ايدي على طول جابت المور وشلت رجلي من انا مش من النوع اللي بحب، يعني ما بحبش رجلي دايما على الدبرياج. الدبرياج ده للنقله. في ناس للاسف رجليها تقيله على الدبرياج، وده اكتر حاجه طبعا بغير ان هي بتجيب لك ديسك واسطوانات طبعا ده في المانيوال، فهي بتدمر الفتيس. فانت تعود دايما ان انت وقفت في زحمه هات المور، تمام، حتى لو هتقف الثانيه مش هيزعلك في حاجه، هات المور رجلك على الفرامل وهات المور وريح رجلك شويه من على الدبرياج. لو انت راكب اوتوماتيك نفس الكلام، ريح رجلك شويه، ايه، هات فرامل اليد وهات الان. مش عايز تجيب فرامل اليد، دوس على الفرامل عادي وهات الان. ما توقفش العربيه على الدي وانت في زحمه ودايس فرامل، لان انت كده بتعجن التروس، بتعجنها حرفيا. وده بسبب، يعني ده 90% اللي محدش هيقول لك عليه سبب تدمير الفتيس الاوتوماتيك بنسبه 90%، هي الحركه دي. الحركه دي هي اللي بتدمره. فانت لازم تخلي بالك من النقطه دي، تمام، سواء انت فتيس مانيوال او فتيس اوتوماتيك. فدي تدمير التروس. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن العربيات، اسعار، مميزات، عيوب، اعمل متابعه عشان يوصلك كل جديد. انا حسن ناصر، وده محتوى عربيات.